عارفين هو ايه اصعب حاجة في الدنيا؟ مش انك تتولد فقير، ولا حتى انك تتظلم من الغريب. الاصعب بكتير انك تتظلم من اقرب الناس ليك، ان المفروض يكون سندك يبقى هو اول واحد يكسرك ويكسر ظهرك. اعرفكم بنفسي، انا مريم، بنت اتولدت في بيت، بس عمري ما حسيت انه بيت. كان في اب اسمه اب، لكن عمره ما كان اب. كان شايفني غلطة في حياته، عبء تقيل، مش فرحة ولا نعمة من ربنا ليه. لكن الحقيقة بقى إن حياتي عبارة عن مسلسل كبير من القهر والوجع. أنا اتولدت في بيت مليان ناس، بس عمري ما حسيت بالونس. وكان أبويا بالاسم وبس. وأنا صغيرة كنت بفتكر كلمة بابا ده جواز، مرور للحنان، للسند، للحماية. بس اتعلمت بدري إن الكلمة دي عندي كانت مجرد لقب فاضي. كنت طفلة صغيرة عيني بتلمع من الفرحة، أجري على أبويا لما يرجع من الشغل وأقول له ببراءة: بابا وحشتني. كان يبعدني عنه كأني مرض، ويبص لأمي بعصبية ويقول لها: شوف البت دي خليها تبعد عن وشي. تخيلوا إحساس طفلة أول كلمة تتقال لها من أبوها بعيدي. كبرت وأنا قلبي بيتقطع، بس دموعي بتجري وبفضل أعيط لوحدي. كنت أبص لصحابي في المدرسة وأشوف أبوهم ماسك إيديهم ويجي ياخدهم، وأقول لهم في سري: هو أنا ليه بابا مش بيزيهم؟ رغم كل ده كنت شاطرة في المدرسة. كنت بعتبر التفوق هو سلاحي الوحيد. يمكن يفرح بيا، يمكن يفتخر بيا في يوم من الأيام. وفي يوم جبت شهادة كبيرة وخدت المركز الأول. دخلت البيت وأنا فرحانة وقلبي بيرقص. قلت له: بابا أنا الأولى، بص شوف. مسك الورقة وبص فيها، وبعدها رماها على الأرض برجله وقال: هو التعليم ده هينفعك في إيه؟ آخرها هتتجوزي وخلاص. أنا وقتها حسيت إن الأرض اتشالت من تحت رجلي. يعني حتى نجاحي اللي تعبت عشانه شايف ولا حاجة. بس جوايا والأول مرة قلت في سري: لأ، أنا هكمل غصب عنك. بيتنا كان مليان عيال، إخواتي الولاد كانوا بالنسبة لي تاج راسه. أما أنا البنت اللي وجودها عيب. كان كل ما يزعل من أمي يرميني أنا بالكلام، يقول قدام الناس: أنا شقيان في الدنيا عشان أجيب لك الأكل وتقومي تجيبي لي بنات. أنا عايز رجالة تشيل اسمي. الكلمة دي محفورة في قلبي زي الوشم. كنت أتمنى يكون عندي أب يشوفني نعمة مش نقمة. لما وصلت 17 سنة تقدم لي عريس، كان راجل محترم ومتدين وحبيبني، وأنا كنت خايفة ومش عارفة أوافق ولا لأ. بس أمي قالت لي: يمكن ده ربنا يفتح لك باب ستر. قلبي دق الأول مرة بإحساس إن حياتي ممكن تبدأ. بس يوم ما جه أبويا رفضه. قلت له: ليه يا بابا؟ الراجل كويس. رد ببرود وقال لي: ما معهوش فلوس، اللي ياخد بنتي لازم يدفع مهر كبير. هو أنا مش مربيكي ببلاش؟ الصدمة قتلتني. هو أنا مش إنسان عنده؟ هو أنا سلعة معروضة للبيع؟ عدى وراها سنين، كل ما يجي عريس يرفضه، مش عشان مش مناسب، لأ، عشان دايما مش دافع كفاية. وبالتدريج ابتديت أكبر، السن جرى بيا والفرص راحت. أنا اللي كان نفسي أبقى أم، نفسي يكون عندي بيت صغير يبلى دفى. اتحرمت من كل ده. لقيت نفسي قاعدة في بيت أبويا بيتفرج على عمره وهو بيتسرسب مني نقطة نقطة. وفي يوم جالي انهيار، دخلت عليه اوضته وقلت له وانا الدموع مغرقاني: ليه يا بابا؟ ليه يا بابا حرمتني من حقي؟ ليه ضيعت عمري؟ بصلي من غير اي تعبير وقال لي: ما هو انا جبتك ليه؟ عشان تشيلي اسمي مش اكتر. ما تعيشيش بقى في الاوهام. انا كنت عايزه اصرخ، اقول للكون كله الراجل ده مش اب. بس وقفت ساكته، لان خلاص اتعلمت ان الصوت مش بيوصل للي قلبهم ميت. عدت السنين وكبرت انا، وهو كمان كبر وعجز. انا بقيت ست مش متجوزه، مش ام،
بس وقف على رجليه بعافر لوحده، وهو كبر واتساب. الولاد اللي كان فرحان بيهم كل واحد فيهم خد طريقه وسابه، وما بقاش عنده غير كرسي فاضي وواحدة قتله. الناس كلها بعدت عنه، محدش بيجيله ولا يسأل عليه. وساعتها فهمت حاجة مهمة جدا: اللي بيزرع بيحصد، واللي بيزرع قسوة بيحصد وحدة. اللي يكسر ظهر بنته ربنا بيكسر ظهره أضعاف. أنا حكايتي يمكن تبان عادية لناس كتير، بس هي مش عادية عندي، هي رسالة. يا كل أب وكل أم، اوعوا تظلموا عيالكم، اوعوا تفتكروا انكم تقدروا تمنعوا رزقهم او تتحكموا في حياتهم. اللي بيرزق مش انت، اللي بيختار مش انت، اللي بيدبر مش انت، هو ربنا. وانا مريم اللي اتولدت في بيت من غير حضن، لكن لسه واقفة وبقولها بصوت عالي: انا يمكن ما كنتش بنتك بحق، بس كنت بنت ربنا اللي عمره ما ظلمها.